سيداتي سادتي، نحييكم من مطار الرباط سلا، حيث يحل فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون في إطار زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي مقدمة المستقبلين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. زيارة ستزيد من تعميق أواصر العلاقات الثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتمنو عزن ما مش جامق أكني مليح أكني واحفظ صدى ربي العالمين يتمثنغ يكن غي تفرجن يغيزان فيديويا أول مرة مش دوقا غير بدا قما نغيجن الاشتراك تفعيل الجرس باش أكني وتكوضن الجديدينو. أيتما دي السماء نهار وسير داكم مشاركة زيارة ماكرون إلى المغرب. الملك محمد السادس يستقبل رئيس جمهورية فرنسا ماكرون إلى المغرب. أحسن استقبال يلقى الملك محمد السادس رئيس جمهورية فرنسا ماكرون إلى المغرب. أيت ماذا اسمه أكيد يتزام فيديو أرنكان أتزام يعني استقبال إذا سيقا وكيد يتزام حتى الاتفاقات إيجين 22 الاتفاقات يخفر من أيت ماذا اسمه. ورسميا فرنسا تعترف بالصحراء مغربية. فرنسا تعترف بالصحراء مغربية. أحب من حب وكره من كره، والصحراء ستبقى مغربية للأبد. أيت ماذا اسمه طلب زيت مطرق يتعيشن دانيت المغرب نير خارج المغرب أتدعم الملك محمد السادس بشفاء عاجل. الله يشافيه أزدعاء بالشفاء إن شاء الله بحول الله. ماذا اسمه يا لكن يوجهك فيديو أتحسم زقم زوال أرنقار ما عندها تزام الاستقبال يعني استقبال يسيقى الملك محمد السادس رئيس جمهورية ماكرون قبر ماذا يعترف بالصحراء المغربية. أيت ماذا اسمه تحياتي لكم والسلام عليكم. سيداتي سادتي، نحييكم من مطار الرباط سلا، حيث يحل فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون في إطار زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي مقدمة المستقبلين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. زيارة ستزيد من تعميق أواصر العلاقات الثنائية المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي المواقف الثابتة والحازمة مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها، وتبتغي خلق ظروف مواتية لتحقيق النماء المشترك ذي قيمة مضافة عالية من شأنه تعزيز التنمية المتوازنة والمتناسقة والمتعددة الأبعاد. فبفضل الإرادة السياسية القوية والحتمية التاريخية والالتقاء حول عدد من القواسم المشتركة يتجه المغرب وفرنسا نحو المستقبل ونحو تأسيس تحالف استراتيجي قوي بين بلدين يعرفان بعضهما حق المعرفة. وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلادنا تأكيد على المسار التصاعدي الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين
بين المغرب وفرنسا التي تقوم على تاريخ طويل من الروابط وحاضر من التعاون الوثيق ومستقبل واعد ومنفتح على المزيد من الفرص التي تنتظر البلدين في مجالات جوهرية. كانت هذه تحية العلم على نغمة النشيد الفرنسي والمغربي، وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بمقدم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية يستعرضان تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. استقبال كبير يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيف المغرب الكبير. استقبال يعكس العلاقة المتينة التي تجمع الرباط بباريس. زيارة تحمل أكثر من دلالة وتندرج ضمن استمرارية العلاقات التقليدية الأخوية والتعاون متعدد الأشكال بين البلدين. والعلاقات المغربية الفرنسية ظلت لعقود نموذجا إقليميا ناجحا لمتانة وقوة الروابط الحضارية بين الشمال والجنوب، وظلت المجهودات المشتركة بين البلدين صمام أمان إقليمي للاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والعالمي. كما أن العلاقات الثنائية القوية بين البلدين ليست وليدة صدفة أو بفعل مصلحة عابرة، بل كانت على الدوام نموذجا يقوم على أسس يتداخل فيها التاريخ والحضارة والسياسة والاقتصاد، مما يجعلها علاقات متعددة الأبعاد والمداخل، ويقوي بشكل كبير فرص النجاح والاستدامة والنجاعة، ويعزز من إمكانيات التعاون المتبادل والعمل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ففي عهد جلالة الملك أخذت الدبلوماسية المغربية نفسا جديدا مرتكزة على الفكر الدبلوماسي لجلالته وتوجيهاته، حيث صمم سياسة خارجية تتسم بالاستباقية والأخذ بزمام المبادرة، ترتكز على التوازن بين الجديد والقديم، وتتعامل بكياسة مع المتغيرات وتحافظ على الثوابت. جاء جلالة الملك بتصور جديد للدبلوماسية المغربية يعبر عنه من خلال خطاباته الموجهة للعموم أو الموجهة للمؤسسات. فسلكت الدبلوماسية المغربية توجها جديدا ومتجددا قائما على الوضوح والحزم فيما يخص الدفاع عن مصالح المملكة المغربية، وفي مقدمتها أولوية المصالح
قضية الصحراء المغربية. وبمدخل القاعة الملكية يقدم التمر والحليب لضيف العاهل الكريم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جاريا على التقاليد المغربية الأصيلة. فالتوازن والروية سمات المميزة للدبلوماسية المغربية، تنفتح على علاقات تعاون مثمرة مع كافة القارات، مع إيلاء أهمية للتوازن في العلاقات الخارجية للمملكة، تقوم على الندية وحفظ المصالح المشتركة مع دول الجنوب ومع القوى العظمى وحفظ السلم والأمن الدوليين. فالمملكة المغربية على امتداد تاريخها الطويل كانت نقطة اللقاء بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولها من الرصيد الحضاري والتاريخي لتكون قاطرة للتطور في محيطها الإقليمي وفي امتدادها الإفريقي، حيث مد المغرب جسرا سياسيا واقتصاديا بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء. فشراكة رابح رابح كانت منطلقا لكل المبادرات الاقتصادية التي يقدم عليها المغرب تجاه شركائه الاقتصاديين. وزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لبلادنا على رأس وفد رفيع المستوى تكرس علاقات التعاون والتآخي بين البلدين، وتجدد الدماء في أوصال العلاقات الثنائية نحو تحالف مثمر يربط الرباط بباريس، يخدم التنمية المستدامة والازدهار المشترك، تعاون سيترجم من خلال عديد الاتفاقيات في شتى المجالات ولقاءات للدفع بعلاقات التعاون نحو المستقبل. وزيارة الرئيس الفرنسي تدفع بزخم العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجه البلدين، وتبرز أهمية العمل بشكل مشترك على القضايا المحورية التي تهم المغرب. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي ونعود بكم إلى استديوهاتنا المركزية. الخارجية للبلد الآخر من منطلق استراتيجي، تجذر العلاقات المغربية الفرنسية لا يجد تفسيره إلا بالمكانة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا ينعم بالاستقرار في منطقة عرفت تقلبات سياسية، وأيضا بفضل السياسة الحكيمة التي تنهجها مع شركائها بقيادة رصينة من جلالة الملك. تكتسي هذه الزيارة طابعا متميزا بالنظر إلى كونها ستمكن من استكشاف فرص جديدة وفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب يعيش على إيقاع إصلاحات جذرية سيما في المجال الاقتصادي. تشكل زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منعطفا هاما في مسار العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. تكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة كونها مناسبة سانحة لرسم خارطة طريق جديدة تؤطر علاقات البلدين خلال السنوات المقبلة. تسود القناعة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في كل من الرباط وباريس أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى انتهاز جميع الفرص المتاحة حتى تكون شراكتهما الاستراتيجية نموذجا لتنمية مشتركة وإطارا متينا للاستثمار والإنتاج والتصدير منفتحا على محيطه الإقليمي والدولي. تعي فرنسا أهمية الاستثناء المغربي في منطقة جنوب المتوسط برمتها، على اعتبار أن المغرب يعتبر ضمانة للاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء. هذه الزيارة تعد حدثا بارزا في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، كونها ستساهم في إعطاء دفعة كبيرة للمبادلات التجارية وفي تثمين العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، خصوصا وأن الدولتين تتميزان باستقرارهما السياسي ويتقاسمان التشبث بالمبادئ الديمقراطية
وبنظام اقتصادي منفتح. زيارة تاريخية من شأنها فتح عهد جديد في العلاقات المغربية الفرنسية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي ستتناولها مباحثات جلالة الملك مع ضيفه الكبير، والتي ستكون لها انعكاسات جد إيجابية على مستقبل الشراكة بين الدولتين. هذه الزيارة التي تتم بدعوة كريمة من جلالة الملك تكتسي طابعا متميزا، كونها ستمكن من استكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، سيما في ظل ما يشهده المغرب من إصلاحات عميقة. وأحيل الميكروفون للزميل محمد الدودي ليتابع معكم سيداتي وسادتي وقائع الاستقبال الرسمي الذي يقيمه جلالة الملك على شرف ضيفي المغرب الكبيرين. حقبة ومرحلة جديدة تدخلها العلاقات التاريخية والشراكة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بزيارة الدولة التي بدأها اليوم فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. موكب جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي تخفره خيالة الحرس الملكي من باب السفراء حتى ساحة مشوار القصر الملكي بالرباط، وهو تقليد أصيل متأصل يقام في هذه المناسبات الهامة لكبار القادة والزعماء ضيوف جلالة الملك حفظه الله. تقاليد عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ لمملكة عريقة تعتز بتاريخها المجيد وتفخر بحاضرها المشرق الزاهر. تخفر الموكب تشكيلة تضم 110 من خيالة الحرس الملكي التي تعتبر من أقدم الوحدات العسكرية في العالم، والتي ظلت مرتبطة بتاريخ المملكة المغربية. وحدة عتيدة تجسد الماضي التليد للجيش المغربي الباسل الذي شكل على الدوام رمزا للإخلاص والتفاني والدفاع المستميت عن العرش وحماية حوزة الوطن. هي مظاهر خاصة واحتفال غني بالدلالات والرموز يجسد حفاوة الاستقبال والترحيب الذي يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيفه الكبير فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. فالزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية ومتجذرة بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. هي مرحلة جديدة لمنح الشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس، رؤية متجددة وطموحة تغطي عدة قطاعات استراتيجية وتضع ضمن خارطة الطريق المستقبلية أولويات البلدين في أبعادها الثنائية والإقليمية والدولية، بما يدعم حضورهم إقليميا ومتوسطيا ودوليا في كافة المجالات والأصعدة. زيارة دولة للمغرب عميقة الدلالات، مفعمة بالإرادة المشتركة الطموحة للارتقاء بالعلاقات الثنائية على أسس متينة وصلبة. صداقة نموذجية وقوية وثابتة، وشراكة هي في خط تصاعدي
وتناغم إيجابي تنبني على الاستمرارية والمصالح المشتركة والأهداف الواضحة والاحترام المتبادل والدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة، عن قيم الحرية والكرامة والتسامح، بما يدعم ويساهم في ترسيخ وتوطيد الأمن والسلام والاستقرار عبر العالم. فباريس والرباط عملتا تاريخيا على تطوير هذه الروابط متعددة الأبعاد وترسيخ هذا النهج اعتبارا لمكانتهما وحظوتهما قاريا ودوليا، وهما اليوم مدعوتان لتعزيزها أكثر في إطار دينامية جديدة تهدف إلى دخول فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية والاستثنائية التي تشهد اليوم قفزة نوعية ومثالية في سياق جديد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. هي علاقات غير عادية، علاقات متفردة لا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ وقائمة على أسس مصالح متبادلة، علاقات تجمع دولة بدولة ويتابعها قائد البلدين باهتمام وعناية كبيرة. ففرنسا هي شريك مميز للمغرب سياسيا اقتصاديا وإنسانيا، قائمة على أسس متينة وصلبة. بساحة مشوار القصر الملكي بالرباط يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون والترحيب بمقدم فخامته رئيس الحكومة ورئيس مجلسي النواب والمستشارين ومستشار صاحب الجلالة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، كما يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية أعضاء الحكومة والمندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ورئيس المحكمة الدستورية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس مجلس المنافسة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ومدير الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة والحاجب الملكي ومدير البلاط الملكي. زيارة دولة يبدأها اليوم لبلادنا فخامة رئيس جمهورية فرنسا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي الزيارة التي تحظى
بالاهتمام الكبير هنا بالمغرب وبفرنسا، وكذلك على المستوى العالمي اهتمام سياسي اقتصادي وإعلامي. ففرنسا شريك مميز للمغرب، وزيارة دولة للرئيس ماكرون لبلادنا تأتي في سياق جديد يتمثل في الدعم الذي أعلنت عنه فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، والذي يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية في إطار الدينامية الدولية الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية منذ عدة سنوات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. انتصارات متوالية راكمها المغرب بجهود دبلوماسية متواترة بشكل فعال وإيجابي وهادئ، توجت بإعلان دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة وفرنسا، وذات مكانة في المنتظم الدولي اعترافها بمغربية الصحراء واعتبار مقترح الحكم الذاتي واقعيا تحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. رهان ورهانات أخرى يكسبها المغرب بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دبلوماسيا، اقتصاديا، اجتماعيا ورياضيا. فالمغرب أصبح قطبا أساسيا في المنطقة المتوسطية والجهوية والإقليمية، وفاعلا أساسيا في المنتظم الدولي. يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة ببلادنا. إشعاع دولي كبير تحظى به بلادنا في المحافل الدولية بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبفضل الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك نصره الله، تقدم بلادنا مصالح كبيرة لشركائها، وهي الآن مطلوبة من العديد من القوى. فبفضل موقعه الإقليمي والقاري وتاريخه الحافل العريق وانفتاحه على الحداثة والتقدم، يتموقع المغرب كشريك مفضل لفرنسا. فالتنمية السوسيو اقتصادية توجد في قلب المصالح المشتركة بين باريس والرباط بفضل الاستثمارات المتبادلة في مجالات صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الجديدة هي والصناعة. والسيدة آني جينيفر وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، والسيد باتريك هيتزل وزير التعليم العالي والبحث، والسيدة أولغا جيفرني الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر المكلفة بالطاقة. كما يضم الوفد كذلك السيد ثاني محمد صويلحي كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية، والسيدة نعيمة موتشو نائبة برلمانية عن فالدواز نائبة رئيس الجمعية الوطنية، والسيد برونو فوشس
نائب برلماني عن غوراين رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والسيد كريم بن الشيخ نائب برلماني عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، والرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية، والسيد كريستيان كامبون عضو مجلس الشيوخ عن فال دو ماران، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من عالم الأعمال والثقافة والاقتصاد والفن والرياضة. وفد هام يرافق فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في زيارة الدولة التي بدأها اليوم إلى بلادنا، مما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه البلدين وتوليه فرنسا لهذه الزيارة من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لعلاقاتهما الثنائية. تطلعات وطموحات مشتركة بين البلدين لتعزيز أوجه وميادين شراكة متجددة تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك ليس فقط للبلدين ولكن أيضا على الصعيد الإفريقي. فسنة 2024 ستشكل لا محالة بداية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، قوامها الوضوح والشراكة المبنية على الثقة والمنفعة المتبادلة، ارتكازا على تاريخ مشترك في العلاقات الثنائية، وحاضر مليء بالآمال والتطلعات للارتقاء بهذه العلاقات. ففرنسا تعد الشريك الأول للمغرب على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163 مليار درهم، وارتفعت صادرات فرنسا إلى المغرب بنحو 40% لتصل إلى 72 مليار درهم، وفي المقابل ارتفعت صادرات المغرب بنسبة ناهزت 12%. جسر تواصل وتكامل وتكريس للقيم المثلى، وسعي مشترك لقائدي البلدين من أجل توطيد مختلف أوجه التعاون المغربي الفرنسي الذي يعد نموذجيا واستثنائيا بالمنطقة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، يخصص استقبالا كبيرا لضيف مميز للمغرب السيد إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة دولة لبلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هي رغبة مشتركة لإرساء شراكات وتعاون مثمر يشمل كل الميادين من أجل حاضر ومستقبل البلدين. يتقدم للسلام على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف، والتي تضم على الخصوص السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيدة سميرة سطيل سفيرة صاحب الجلالة بباريس. إرادة ورغبة مشتركة تحدو البلدين لإرساء شراكات وتعاون مثمر يشمل كل الميادين
من أجل حاضر ومستقبل العلاقات الثنائية والمتعددة البلدين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وفقا للإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. إلى هنا سيداتي وسادتي نعود بكم إلى استوديوهاتنا المركزية بالرباط. نعم سيدي أعزك الله. Permettez-moi d'inviter Votre Majesté et Son Excellence Monsieur le Président à la signature de la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Royaume du Maroc et la République française. Naam Seydi Azakallah, Majesté, Excellence, Monsieur le Président, cérémonie de signature de 22 accords entre le Royaume du Maroc et la République française. Le premier document est un protocole d'accord relatif à la fourniture de rames à grande vitesse et leurs éléments de soutien. Signataire pour la République française, Monsieur Henri Popard-Lafarge, directeur général d'Alstom. Pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Rabi Al-Khlieh, directeur général de l'Office national des chemins de fer.
Le deuxième document est une déclaration d'intention relative à la coopération financière dans le secteur ferroviaire. Pour la République française, M. Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Pour le Royaume du Maroc, Mme Nadia Ftah, ministre de l'Économie et des Finances, et M. Rabi Al-Khlih, directeur général de l'Office national des chemins de fer. Le troisième document est un contrat d'assistance entre l'Office national des chemins de fer et la société Sistra Aegis. Pour la République française, M. Laurent Germain, directeur général d'Aegis. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Rabi Al-Khlih, directeur général de l'ONCF. Le quatrième document est un contrat de fourniture des appareils de voie entre l'Office national des chemins de fer et la société Vosloo Cogifer. Pour la République française, M. Bertrand Grispéré, président du directoire de la société Vosloo, et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Rabi Al-Khlih, directeur général de l'ONCF. Le cinquième document est relatif à la mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. Pour la République française, M. Patrick Pouyanné, directeur général de Total Energy, M. David Korchia, directeur général de Total Energy H2, et pour le Royaume du Maroc, M. Abdelwafil Ftit, ministre de l'Intérieur, Madame Nadia Ftah, ministre de l'Économie et des Finances, Madame Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Monsieur Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques.
Le 6e document est relatif à un partenariat stratégique sur la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique. Pour la République française, Madame Olga Givernet, ministre déléguée chargée de l'énergie, et Madame Leïla B'Ali pour le Royaume du Maroc, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Le 7e document est un protocole d'accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la société Safran pour la mise en place d'un site de maintenance et de réparation de moteurs d'avion. Pour la République française, M. Ross Makines, président du conseil d'administration de Safran, et pour le Royaume du Maroc, M. Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et M. Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le 8e document est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de protection civile. Pour la République française, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Et pour le Royaume du Maroc, M. Abdouaf Ftit, ministre de l'Intérieur. Le 9e document est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de lutte contre les feux d'espace naturel. Pour la République française, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et pour le Royaume du Maroc, M. Abdouaf Ftit, ministre de l'Intérieur. Le 10e document est une déclaration entre l'Agence nationale des ports du Maroc
et l'Agence française de développement. Pour la République française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Et pour le Royaume du Maroc, M. Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau. Le 11e document est un protocole d'entente dans le domaine de l'eau. Pour la République française, M. Thani Mohamed Souihi, secrétaire d'État chargé de la francophonie et de partenariats internationaux, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Pour le Royaume du Maroc, M. Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau, et M. Fawzi El-Qjar, ministre délégué chargé du budget. Le 12e document est une déclaration d'intention franco-marocaine pour la coopération dans l'éducation 2024-2026. Pour la République française, Madame Anne Gentet, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Saad Barrada, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports.
13e document est un accord cadre dans les domaines agricoles et forestiers. Pour la République française, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Pour le Royaume du Maroc, Monsieur Ahmed El Bouari, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Le 14e document est une déclaration d'intention dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour la République française, M. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et pour le Royaume du Maroc, M. Azdine Midawi, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Le 15e document est une déclaration d'intention relative à la coopération culturelle. Pour la République française, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Le 16e document est une déclaration d'intention relative au soutien et à la structuration de l'écosystème de l'industrie culturelle et créative du jeu vidéo. Pour la République française, M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Mme Rachida Dati, ministre de la Culture. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.
Le 17e document est un protocole d'accord sur la création d'un accélérateur d'investissement Maroc-France. Pour la République française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, Mme Isabelle Bébéard, directrice des affaires internationales et européennes BPI France, et Mme Marie-Laure Mazot, directeur général de STOA. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Ben Chaboun, directeur général du Fonds Mohamed VI. Le 18e document est un protocole d'accord entre le groupe Office chérifien des phosphates et l'Agence française de développement dans le domaine de la décarbonation. Pour la République française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, et Mme Isabelle Bébéard, directrice des affaires internationales et européennes BPI France. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mostafa Tarab, président directeur général du groupe OCP. Le 19e document est un accord de développement commun entre l'Office chérifien des phosphates et la société Engie dans le cadre d'un partenariat dans le domaine de la transition énergétique. Pour la République française, Madame Catherine MacGregor, directeur général Engie, et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mostafa Tarab, président directeur général du groupe OCP. Le 20e document est un protocole d'accord relatif à l'extension de la deuxième phase du parc éolien de Taza. Pour la République française, M. Bruno Fiot, directeur général délégué d'EDF Renouvelable. Et pour le Royaume du Maroc, M. Tariq Haman, directeur général de l'ONE.
Le 21e document est un protocole d'accord entre CMA-CGM et Tangemet. Pour la République française, M. Rodolphe Sadé, président directeur général CMA-CGM, et pour le Royaume du Maroc, M. Fouad Brini, président du groupe Tangemet.